السلام عليكم. المردود، العيش، البركوكس التقليدي الجزائري والذي تشتهر به كل مناطق الوطن. كل منطقة لها خصوصيتها لهذا الطبق، حتى كل منزل يختلف في تحضيره عن الآخر. حبيت نقدم لكم وصفة بركوكس بلمستي الخاصة، إن شاء الله تنال إعجابكم. نحتاج لطنجرة ضغط إذا كان الوقت عندك ضيق. اما اذا كان عندك لارجمون دو طون تقدري ديري قدر كبير تاع اينوكس او طين، ويفضل يكون اينوكس وتفادي الالومنيوم لانه غير صحي. نحتاج لحم غنمي او دجاج او الاثنين معا. انه الدجاج لازم نيفيتوه، وسي فري يفو ايفيتي الدجاج خاصه هذا تاع المزارع. لكن الدجاج العرب اللي كنا نشروه زمان من الفيرما نفضل انه يكون هذاك هو الدجاج اللي كنا نشروه. بصله كبيره مقطعه، فصين ثوم، 2 حبات كبار طماطم حمراء طايبه. من الافضل انها تكون طايبه باش يكون البنه الله الله. كابويه حمراء راهي صحيه جدا، حبتين جزر، قزبر، كرافز، حمص منقوع مسبقا طبعا، ولا تكوني مطيبته ودايرته في الكونجيلاتور، ووقت اللي تبغي تحطي في لافان ترميه. ما تنسيش اللفت، ما كانتش متوفره عندي، سي بور سا ما درتهاش، راهي ناقصه في الوصفه. بالنسبه للتوابل نحتاج بيان سور الملح، فلفل اسود، كركم، سكنجبير، ملعقه صغيره قزبر حب، عكري وفلفل احمر، عودين قرنفل، ربع حبات هيل، حبات كبابه، رشه جوز الطيب، ملعقه صغيره حبه حلاوه، ملعقه صغيره ريحه البسباس. هادو انا نضيفهم باش بركوكس ما يأذيش اللي ياكلها في المعده ولا في المصران. نجمه ما درتهاش، ما لازم ديروا نجمه الارض، قرفه، دون ان ننسى حبه التمر او حبتين التمر. وهذه كانت استوس تاعي طاطا رشيده ام صاحبتي، وسي فغي من مورا اللي وليت ندير حبه تاع تمر ولا تاني يكون مذاق خاص في البركوكس. ما ننساوش اللحم المفروم تاني معطر بالتوابل. ننتقلوا للوصفه الان. في الطنجره نحطوا شويه زيت، نخلوه يسخن، ونضيفوا له اللحم والبصل الثوم ونخلوه يتقلى. هذه الطريقه نورمالمون كامل رانا نعرفوها، نخلوهم يتقلوا شويه، نضيفوا لهم جميع الخضروات، نضيفوا كامل التوابل ونخليهم يتقلوا. نمرقوا بالماء سخون، نغلقوا لا كوكوت ونخليوها على نار قويه. يليق المرق يطيب على نار قويه على الاقل نص ساعه الاولى. موراها قادرين تنقصوا المرقه، لكن لازم يطيب في القوه، من بعد نقصوا. نروحوا للحم المفروم مباشره باش نربحوا الوقت. نضيفوا له الملح، شويه كمون، غير شويه فلفل اسود، شويه قزبر مفروم، وفصين ثوم، ونعجنه بيان سور باليد. نشكله كويرات، يفضل يكونوا صغار. انا هذه المره درتهم كبار تيلمون كنت باغي نكون بيرفكت، درت لهم كيما هكاك. ليسونسيال ما ديرهمش كبار كيما درتهم، صغروهم شويه. اونتر طون في طنجره صغيره نحطو شويه زيت ونخليوه شويه يسخن. نضيفو كريات اللحم ونخليهم يتقلاو غيش بشويه باش يخرجوا كامل العصاره تاعهم. هذيك هي اللي تزيد تعطي البنه، ما تديرهمش بارد في بارد، باسكو غادي نفقدوا شويه واحد الخصوصيه في مرق اللحم.
نحرقو غير شويه باش ما نضيعوش شكل اللحم، خاطر لو كان غادي ترمو الماء ديريكتومون عليه غادي اللحم يبدا يتفتت. نخلوه يطيب في خاطره على نار متوسطه، اصلا مده طيابه قصيره ما تاخذش وقت بزاف. مباشره نروحو نوجدو بركوكس تاعنا، نفوروه، ناخدو العبر اللي نحتاجوه، نغسلوه مليح. انا فتلاته لي صديقتي سعديه الله يجعل ربي يشفيها ان شاء الله، فتلاته لي حبه بحبه صغير كيما يحب الخاطر. انا نحب بركوكس صغير، ما نبغيش كبير، نبغي صغير باه ما يوجعنيش في الكولون. نخليه يقطر ونحطه يفور. بعد ما يفور نسقيه وهو في الكسكاس بالماء سخون. انا ديفوا نجبد الماء من القدره ونفرغه فوقه، ونخليه هكا كي هو سخون والماء سخون، ونزيد عليه شويه ملح. هاد الخطره ما درتهاش، درت ربع كيسان تاع ماء، حركته بيان باين في الفيديو. ومن بعد نزيد الملح ونخلط غير بالمغرف، ونخليه يقطر شويه هكا كيرف ديال الكسكاس تاعك، غير خليه هكا يقطر غير شويه باه ما يعجلكش، يخوى من كامل الماء اللي كان في الكسكاس. ونعاودو نخلوه يفور دوزيام فوا في نفس المكان اللي كان فيه، يعني نفس الماء. بعد ما طابت المرقه نصفيها، نخلي اللحم بجيه ونفته، ناخذ الخضروات ما عدا اللفت. انا راني ما درتش اللفت في هذا اليوم في الوصفه، مي الخطره الجايه كي ديروه باللفت ما تطحنوش معاه اللفت. معها كمشه تاع قزبر، هكا قبضه مليحه تاع قزبر يكون شباب الله فيه هذيك الريحه معطره، نميكسيوهم بيان، نحطوهم على المرقه ونضيفوا جوا حار. صح ما تقبوش الا نتوما ولادكم صغار ما يبغوش الحار، حطوه كيما هكاك بلا ما تفقبوه. الا تبغوه نتوما الحار تقدروا ديروا الحار، المهم حنا نديروا بركوكس بلا حار، الله غالب الاطفال الصغار ما يحبوش. نخلوهم يتكتكوا شويه، نضيفوا بركوكس الفاير للمرقه ونخلوه يطيب. نحطوا ملعقه راس الحانوت الخاص بالبركوكس. احنا عندنا في منطقه الغرب عندنا لي زيبيس تاع بركوكس شابين بزاف. انايا شويه نتحيز لي زيبيس تاع معسكر، فيهم رائحه بزاف شابه. مي عندي لمسه واحده اخرى نديرها، انه دايره بوقال صغير، دايره فيه شويه بنفس العبر تاع القرنفل، الهيل، قزبر حبه حلاوه، ريحه البسباس، هادو كامل نطحنهم ونديرهم في بوقال. كي نرمي مغرف تاع راس الحانوت اللي نشريه من عند العشاب، نضيف مغرف صغيره من هاد التوابل الخاصين، وهذا سر البنه الزوج تاع بركوكس. نجو للتقديم، نحطوا بركوكس في زلافه، في جفنه، في قصعه تاع اللوح، في لاسيت اللي راكم باغيين تحطوا فيها. نضيفوا فوقه اللحم المفتت، سواء اللحم الاحمر ولا اللحم تاع الدجاج، ونزيدوا كريات اللحم. واهم سر للبنه هو اضافه مرق اللحم اللي طاب فيه هذاك اللحم المفروم، هو اللي يخلي البركوكس تاعي بنين. كي ياكلوا عندي يقولوا لي ساره شراكي دايره فيه تمر. بون التمر راني غير كيما وليت نديره، مي يعطي بنه سبيسيال. لي زيبيس هذوك اللي درتهم في البقال الصغير واللحم، المرقه تاع اللحم المفروم هي اللي تخلي البركوكس تاعكم بنين بزاف، الله عليه. بون بالمناسبه انا ما نطيب لا بالطماطم المصبره، وما نطيبش بهذيك بالزعفران الصبغه، ما نطيبش بهم مقبل في دارنا، ما نطيبوش بهم. وزاد عندي ولدي اصيب بمرض، عافانا الله واياكم ان شاء الله. الوغ كاين مواد غذائيه ما نطيبش بها نهائيا. طوماطس مصبره ديفوا برك يكون عندي ضياف ولا معليش تقدري ديري من غير فاس صغيره ولا، لكن انا في الدار طماطم مصبره ما تدخلش. تاني هذاك الزعفران اللي يتباع في الساشي هذاك ماشي زعفران صح، الا كان زعفران شعره داكور، مي هذوك لي ساشي تاع زعفران هذاك كولورون وماهوش مليح، ايفيتي. ان شاء الله تجربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم، بالصحه والعافيه ان شاء الله لكم جميعا. تحياتي ساره العصار.
يعاونك.